معقول عذراء السينما المصرية أمينة رزق كانت متجوزة أصلا؟ اللي حصل إن أمينة رزق في شبابها كانت مخطوبة لظابط. أمينة كانت رافضة الخطوبة دي من الأول، لكن وافقت بعد إصرار من عيلتها. استمرت الخطوبة لمدة 2 سنين، لكن أمينة كان عندها دايما شعور إنها لما تتجوز هتبعد عن الفن، فاستغلت فرصة سفره بره مصر وراحت بعتاله الشبكة على البيت، وركزت على التمثيل وما بقتش تفكر في الموضوع ده نهائي لمدة 14 سنة. وبتتفاجئ إن نفس الشخص بعد السنين دي كلها بيكلمها وبيطلب منها إنه يزورهم في البيت، فوافقت أمينة. ولما جه قال لها إنه اتجوز من واحدة أجنبية بس مش مبسوط معاها وهينفصل عنها، وبيطلب إيديها للمرة التانية لأنه لسه بيحبها طول 14 سنة. تضطر أمينة إنها توافق بسبب تهديد أهلها بإنهم هيتبروا منها، بس بعد اللي عملته فيه المرة الأولى فقال لهم أنا هكتب الكتاب على طول لحد ما يجهزوا نفسهم ويتجوزوا فعلا. لكن أمينة اتفاجئت إنه عايز يتعامل معاها كزوجين، واتخانقت معاه بعد 11 يوم من كتب الكتاب، وبيتم الطلاق